هذا الكتاب يسمى منهاج السنة النبوية للشيخ ابن تيمية. منهاج السنة النبوية للشيخ ابن تيمية. هذا الكتاب هو من أشهر كتب الشيخ ابن تيمية في الرد على الشيعة في مسألة الإمامة وعقائد شيعية أخرى. كتاب مشهور جدا. هذا الكتاب اسمه المنهج الوسطي في نقض منهاج ابن تيمية الحراني. هذا الكتاب منهاج السنة لابن تيمية، هذا الكتاب اسمه المنهج الوسطي في نقض منهاج ابن تيمية الحراني. هذه بحوث تتناول تفكيك المقولات الفكرية لابن تيمية ونقضها وفق مدرسة الإمام المجدد الصرخي الحسني. هذا الكتاب هو الجزء الأول. أيضا هذا الكتاب هو الجزء الأول لابن تيمية. هذا الكتاب يمثل الجزء الأول في الرد على ابن تيمية. هذا الكتاب نذهب لقراءة الفهرس معا، ويرد على ابن تيمية في مقولاته، طبعا في مقدمة وتوطئة منهجية. في الفصل الأول يتناول هذا الكتاب في الفصل الأول منهاج السنة النبوية، عنوان مخترع مبتدع مكذوب على ابن تيمية. وفيه سبب تأليف كتاب منهاج السنة. لم يؤلف ابن تيمية كتابا بهذا الاسم. منهاج السنة أم منهاج الاعتدال الذهبي يجيب. منهاج السنة أم الرد على الرافضي العسقلاني يجيب. الشيعة القدرية أم الشيعة والقدرية، لأن الكتاب في نقض كلام الشيعة القدرية. في طبعات الأصلية الأولى كان كلام الشيعة والقدرية. الفصل الثاني دعوى موالاة اليهود والنصارى، وعرض قول ابن تيمية واتهامه للشيعة بمعاونة موالاة الكفار. تعليقات ونقوضات على التيمية من حاضر غزة المفجع وماضي بغداد الأليم. المرجع الصرخي ينقض على ابن تيمية. شواهد من خيانات سلاطين التيمية وجيوشهم. تسليم بيت المقدس إلى الفرنج صلحا. الفصل الثالث أخبث القلوب، حقد بغي سب بعد الموت لسادات المؤمنين. ابن تيمية يسب ويشتم العلام الحلي ويصفه بالنجاسة ومناقشة ذلك. تعليقات وردود. أعظم خبث القلوب بالحقد على المؤمنين أم بالحقد مع قتل المؤمنين وخيار الصحابة؟ تعليقات وردود. الصرخ الحسني يحاصر ابن تيمية في مسألة سب معاوية لعلي، فهل من مخرج؟ ابن تيمية نفسه يؤكد أمر معاوية سعدا بالسب فأبى. الفصل الرابع ابن تيمية ومنهج السب، ابن عمر والشعبي وقطيع الحمير. ابن تيمية والشعبي ومنطق الحمير. طبعا هنا يتناول مسألة السباب والسب والخصومة بالحمير والرد على هذه الدعوة. النقض بحكم وفتوى ابن عمر، من يصلي التراويح تنصت كأنك حمار صلي في بيتك. في الفصل الخامس مشابهة اليهود والتشبه بهم وأخذ الدين والعقيدة منهم. العنوان الأول، الكلام في عدة عناوين. العنوان الأول أكاذيب لا حقيقة لها فضحها عالم الإنترنت. ابن تيمية يرد على نفسه ويكذب الأثر. كلمة الرافضة لم تكن موجودة في عهد الشعبي. العنوان الثاني تشبه الشيعة باليهود في أمور أخرى لم يذكرها ابن تيمية. العنوان الثالث، طبعا هنا علامات تعجب بعده. العنوان الثالث ابن تيمية لا يستنكر أخذ الدين والعقيدة من اليهود. الشاهد الأول عقيدة الرب ذي الأصابع الراقص المغني أنا الملك الشبيه بخلقه. الشاهد الثاني صوم عاشوراء تعلمه النبي الأمين من يهود المدينة بنص البخاري. الإمام الصرخي ينقض صوم عاشوراء طقوس يهودية جاهلية. الشاهد الثالث عقيدة الشاب الأمرد الذي صححه وتبناه ابن تيمية، هذه عقيدة التشبيه. العنوان الرابع ابن تيمية ومشابهة اليهود في التجسيم والتشبيه. العنوان الخامس لا حجية ولا قيمة لمن نقل عنهم المشابهة سواء صح أم لم يصح النقل. العنوان السادس ابن تيمية يتهم القرآن بالبطلان، تعالوا إلى كلمة سواء، تشبه باليهود. العنوان السابع حذو النعل بالنعل، قتل أبناء النبيين وتحريف الكتاب وقمع السنة والتخلف عن النبي، تشابهت قلوبهم. وفيه عدة مصادق. المصداق الأول اليهود قتلوا النبيين وأمة الضلالة قتلت أبناء النبيين. المصداق الثاني اليهود حرفوا وضيعوا الكتاب والصحابة أحرقوا القرآن وحرفوه. المصداق الثالث
اليهود منعوا سنة النبي، والصحابة منعوا النبي وقالوا غلب عليه الوجع وهجر. المصداق الرابع اليهود والصحابة. اليهود قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال ثم وليتم مدبرين. اليهود والصحابة من اذهب أنت وربك فقاتلا إلى ثم وليتم مدبرين. العنوان السادس. العنوان الثامن الإمامة في آل داود وآل علي. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هل حسد ابن تيمية آل علي؟ النقض على ابن تيمية بإمامة وسيادة الحسن والحسين بنصر رسول الله. النقض على ابن تيمية بكلامه في المهدي وأنه إمام بنصر رسول الله وهو من ولد علي. الناس تكره اجتماع النبوة والإمامة والخلافة في بني هاشم حسد وبغي. المرجع الصرخي يلخص أدلة إمامة العترة. العنوان التاسع الرايات باسم الإسلام والجهاد قبل المهدي. طواغيت تعبد من دون الله. العنوان العاشر ابن تيمية وتحريف القرآن السنة الثابت التواتر كما حرفوا التوراة. هذا كل الكلام في هذا الفصل الخامس الذي هو التشبه باليهود وتهمة التشبه باليهود وأهل الكتاب. المرجع الصرخي البخاري ومسلم كتابا حديث وفتوى، وقد أثبت تحريف القرآن السني. ابن حجر العسقلاني في شرح الباري في شرح البخاري يعترف لا تواتر ولا إجماع على القرآن فالتحريف ثابت. وهذا فيه عدة مناقشات. المناقشة الأولى ابن حجر والباقلاني والقاضي عياض من المطر إلى الميزاب في إثبات تحريف القرآن. مناقشة ثانية حيرة النووي بين تكفير الصحابي وبين إسقاط البخاري باطل كذب على كلامهم. مناقشة ثالثة ابن حجر يسقط التواتر. ابن حجر يسقط تواتر القرآن والإجماع عليه ويثبت التحريف. مناقشة رابعة الفخر الرازي يعترف حديث المعوذتان ليستا من القرآن، ليستا من كتاب الله، عقدة صعبة، فإما تكفير ابن مسعود الذي روى هذه الحديث في البخاري أو البخاري نقل عنه، وإما القول بعدم تواتر القرآن. فهل انحلت العقدة منذ 1400 سنة؟ المرجع الصرخي وبحث تحريف القرآن السلف السني ثابت بالتواتر. وهنا شواهد إضافية من التحريف في القرآن السلفي والسني. التحريف في الفاتحة سورتا الخلع والحث الضائعتان. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. هذه كلها شواهد تحريف. إن الله لا يظلم مثقال نملة وليس ذرة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم. هذا في شواهد من شواهد التحريف. من شواهد التحريف يدعون من دونه إلا أوثانا وليس إناثا، أو يكون لك بيت من ذهب وليس من زخرف فلما خر تبينت الإنس أن الجن. لاحظ العبارة مقلوبة، أن لو كانوا يعلمون الغيب، وهذا ليس في النص القرآن الذي بين أيدينا. فصيام 3 أيام متتابعات في كفارة اليمين. لاحظ في كفارة اليمين هذه في القرآن ليست عندنا. فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. هذه من شواهد التحريف. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. من شواهد التحريف. أنا أنظر في كتاب ربي وأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا من شواهد التحريف. صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أي صالحة من التحريف. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا. من شواهد التحريف. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. هذه يوم القيامة من شواهد التحريف. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. من شواهد التحريف. في مواسم الحج فابتغوا حينئذ. من شواهد التحريف. مثل نور المؤمن كمشكاة فيها مصباح. مثل نور الله مثل نوره، هنا مثل نور المؤمن. من شواهد التحريف. مثل نور من آمن به. من شواهد التحريف. واركعي واسجدي في الساجدين. من شواهد التحريف. والشمس تجري لا مستقر لها. من شواهد التحريف. الآية تجري لمستقر لها. وإن كاد مكرهم. وإن كاد هنا
من شواهد التحريف. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى من شواهد التحريف، وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى. طبعا الرد على دعوى أن موارد التحريف من النسخ. تظاهرات على الخليفة عثمان رضي الله عنه تندد بتحريف القرآن، وعثمان يشتم الصحابة ويقول أشعتم السيئة. خلاصة المبحث عودة إلى ابن تيمية والتشبه باليهود. في العنوان 11 نتناول مسألة اتهام ابن تيمية للشيعة بالزنا، وأنهم تشبهوا باليهود بأنهم زنات وإلى ذلك، وهذه ردينا عليها وردتنا عليها من عدة وجوه، منها المقارنات في البخاري بين المتعة وبين زنا المعاشرة، المجتهد الطاهر بن عاشور المتعة رخصة ولا دليل على مسخ حكمها، قاسمة الظهر المرجع الصرخي يحرج السنة والسلفية، المتعة هي المبرر وتعدد زوجاته. العنوان 12 سئل اليهود والنصارى عن خير ملتهم أو عن خير أهل ملتهم فقالوا أصحاب موسى وعيسى، وسئل الشيعة عن خير ملتهم فقالوا آل محمد، وعلامات تعجب. الفصل 6 براءة العترة الطاهرة من الغلاة ولعنهم وفضح التدليس التيمي. دعوى عدم انفراد فقه العترة بمسألة صحيح عن المذاهب، والنقض على ابن تيمية من كلامه. عنوان وفي عدة عناوين أيضا، أكاذيب لا أصل لها ولا واقع لا تناسب البحث العلمي. العنوان مناقشة قول ابن تيمية لما كان أصل مذهبهم مستندا إلى جهل كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا. الرد على هذه العبارة ومناقشتها. عنوان 3 عودة إلى أدلة أصل منهجنا واعتقادنا بالعترة تلخيص. عنوان 4 خطأ الشيعة في تحديد مصداق العترة لا يعفي باقي المسلمين من تبعات التكليف الشرعي بطاعة القرآن والعترة. عنوان 5 مناقشة قول ابن تيمية الرافضة ليسوا أهل خبرة بطريق النظر وأجهل الناس في المنقولات. عنوان 6 أكذب الطوائف بين اتهام نفسه بالجهل أو إلزامها بالتناقض. عنوان 7 مغالطة ابن تيمية في نقل الأقوال بحق الغلاة والانتقال بالحكم إلى الشيعة. الغلاة وعقائدهم وبراءة أئمة أهل البيت منهم وبراءة الإمام الصرخي منهم. أولا عقائد الغلاة ومنهجهم، وهذا الكلام أيضا. وعنوان 8 المعتزلة والشيعة أخذوا عن الإمام علي في التوحيد واختلفوا في الفهم، المصدر واحد، صفات الله عين ذاته. أيضا تحدثنا هنا في الرد على هذه الشبهة أنه الشيعة أخذوا عن المعتزلة، وأثبتنا أن الشيعة أخذوا عن الإمام علي والمعتزلة أيضا أخذوا عن الإمام علي عليه السلام. هذا ملخص لجدول المحتويات لهذا الكتاب أو الجزء الأول من هذا الكتاب، المنهج الوسطي في نقض منهاج ابن تيمية الحراني، الجزء الأول منه للرد على كتاب منهاج السنة لابن تيمية، وإن شاء الله تصدر باقي الأجزاء من كتاب المنهج الوسطي في نقض منهاج ابن تيمية الحراني.